السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بتفور العيد الناعم والهش اللي بيدوب في البق كده بطريقة سهلة خالص ومضمونة 100% ان شاء الله. الطريقة دي انا معتمداها بقالي اكتر من 10 سنين ما بغيرهاش ابدا. تابعوا معايا الفيديو الاخر ان شاء الله، هقول لكم طريقة التسوية المظبوطة وازاي يطلع معاكي هش ودايب، وازاي كمان نزينه، وازاي نستخدم مكنة البيتيفور. هنعمل مع بعض اشكال جميلة جدا وهنزين مع بعض ونعمل اشكال جميلة جدا في التزيين كمان. شايفين ما شاء الله البيتيفور دايب ازاي؟ هعمله كمان بخليط سمنة على زبدة، مش شرط يكون كلها زبدة ولا حاجة، وهيطلع معانا بالحلاوة دي. يلا نبدأ ونسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا ايه. انا هعمل ان شاء الله النهاردة 2 كيلو دقيق. انت عاوزة تقسمي المقدار نصين وتعملي كيلو واحد بس عادي. طبعا البيتيفور يا جماعة لازما نستخدم له سكر بودر. بالنسبة للبيض عندنا 8 بيضات وكمان صفارين بيضة، ده لل2 كيلو. لو انت هتستخدمي كيلو واحد هتقسمي المقدار. سكر بودر عندنا 600 جرام سكر بودر ل2 كيلو، وطبعا عندنا الفانيليا. وبالنسبة للزبدة هستخدم كيلو من الزبدة ونص كيلو من السمنة. طبعا الزبدة والسمنة يكونوا متماسكين كده زي ما انتوا شايفين، الزبدة كده متماسكة، هي بدرجة حرارة المطبخ عادي، مش كانتش في التلاجة ولا حاجة. لكن السمنة علشان اخليها متماسكة حطيتها شوية في التلاجة. تمام، زي ما قلتلك تقدري تقسمي المقدار ده نصين. بنحط الحاجات كده عندنا في طبق او في الحاجه اللي احنا هنعجن فيها. يعني انت ما عندكيش عجانه تحطي في طبق عادي وتستخدمي المضرب اللي هو اليدوي. انا هستخدم العجانه النهارده. هفضل ان انا اخفق في السمنه والزبده كده لحد ما يطروا مع بعض ويبقوا كريمي كده هما الاتنين مع بعض. تمام، وبعد كده بنزل عليهم بالسكر البودر. زي ما قلت لكم لازم سكر بودر يا جماعه في البيتي فور، ما ينفعش سكر اللي هو ناعم او سكر خشن يعني، المهم لازم يبقى بودر. طبعا افضل سكر بودر تستخدميه اللي انت بتطحنيه في البيت. لو ما فيش امكانيه تطحنيه في البيت بتجيبي اللي هو سكر يكون نوع كويس مثلا زي كواليتي دارك او كده. بالنسبه للبيض يا جماعه بننزل بيه بيضه بيضه. اول ما تلاقي البيضه اختفت بتبداي تنزلي بالبيضه التانية، متنزليش كلهم مره واحده علشان العجين بتاعك ما يفصلش عن بعضه. طبعا بتنزلي البيض وطبعا بتنزلي الفانيليا، يعني مثلا نزلي بيضتين وارجعي حطي فانيليا، البيضتين وارجعي حطي فانيليا. تمام. بخصوص بقى الفانيليا يا جماعه، الناس اللي مش بيعرف تعاير الفانيليا مظبوط يعني وكده، عارفين الكيس الصغننه اللي هي بتاعه الفانيليا اللي بتتباع في المحلات؟ الكيس ده بيبقى جرام واحد، كل بيضه لها كيس. تمام. طبعا بقى انت بقى ومقدارك، حتى 8 حطي 8، فاهماني؟ بتفضلي تضربي في القوام ده لحد ما يبقى كريمي بالشكل اللي قدامكم ده، كريمي كريمي يعني. طبعا يا جماعه احنا ما بنحطش اي ماده رافعه خالص في البيتي فور، اللي انا بحطه ده ذره ملح على 2 كيلو دقيق. هبدأ بقى انزل بالقوام الكريمي اللي انا عملته ده على الدقيق بتاعي. وطبعا برضو احنا مش بنعجن. تمام. خدوا بالكم يا جماعه من الخطوات اللي انا بعملها كويس خالص. ما بنحطش اي ماده رافعه، اوعي تحطي بيكنج باودر ولا كلام فاضي من ده، ما بتحطلوش اي ماده رافعه. احنا بقى كل اللي هنعمله دلوقتي ان هنبدا ندوب الحاجات دي كلها مع بعضها ونخلطها مع بعضها لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعضه، ميبقاش عندي اي دقيق مش ممتزج بالسوائل. بنعرف ازاي ان العجينه بتاعتنا تمام؟ بنبدأ ان احنا ايدينا تكون طبعا نضيفة كده، ونجيب كرة بيتي فوراي من العجينة ديت ونضغط فيها صباعنا كده. لو لقيناها ان هي ما شققتش وما هيش لينة زيادة عن اللزوم يبقى كده العجينة تمام. بخصوص الدقيق يا جماعة انا مستخدمة دقيق الاهرامات، دقيق عادي خالص اهو، وحط عليه معلقة نشا. جبت كده شوية من العجين الابيض اللي هو بالفانيليا ده، وحطيت عليه كاكاو خام علشان اعمل بيتي فور بني او بالكاكاو. تمام. ما ننساش خطوة ان احنا نغطي العجين بتاعنا بكيس علشان وشه ما ينشفش. بخصوص الكاكاو يا جماعة انت ممكن تحطي كاكاو خام، او لو ما فيش امكانية ممكن نحط كاكاو محلى، بس طبعا الافضل ان احنا نستخدم كاكاو خام، بيخلي اللون افضل، وكمان مش بيبقى فيه نسبة سكر فمش بيغير لا في طعم السكر اللي في العجينة ولا في اي حاجة. انا هستخدم النهاردة مكنة البيتي فور. لو مش عندك مكنة البيتي فور ممكن تستخدمي القمع او اللي هو الكيس الحلواني يعني. عندي المكنة بتاعتي ببدأ اجيب كده الاشكال بتاعتها واختار الاشكال اللي انا بحبها وهطلعها عندي بره عشان تبقى جنبي. افضل الاشكال اللي انا هستخدمها معاكم ديت اللي هو القلب، النجمة، عندك اللي هو بتدي شكل مدور كده بيضاوي كده يعني. انت بقى وراحتك واللي انت بتحبيه. وزي ما قلت لك لو مش متوفر عندك عادي خالص ممكن نستخدم القمع، وسهلة يعني مش صعبة. طبعا العجينة اللي انا عاملاها دي برضو تنفع في القمع عادي.
هعين بقى الباقيين كده في جنب، وابدا اجيب بقى ايه المكنه بتاعتي. طبعا يا جماعه مكنه البيتي فور انت لما تيجي تشتريها بتشتري مكنه يكون نوعها كويس علشان تعيش معاكي. بخصوص المكنه، طبعا هي بتبقى جاي فيها زي ما انتم شايفين كده الاجزاء بتاعتها دي، كل الاجزاء بتاعتها بنركب الشكل اللي احنا عاوزينه يطلع او يطلع العجين شكله، وبنعمل كده ايه كرة بيضاوية من العجين وبنحطه فيها ونقفل بقى المكنة عليها. طبعا هو في العادي ان احنا المفروض ان احنا بنعبي من تحت مش من فوق، بس هي بقى جت معايا كده وانا بعمل ان انا اعبيها من فوق، بس بعد كده كل ما اجي اعبي هعبي من تحت مش من فوق. العمود يا جماعة بتاع البيتي فور ده بيبقى فيه زجزاج كده، لازما الزجزاج ده يكون في النص علشان الرسمة تنزل معاكي او العجينة تنزل معاكي مظبوطة. طبعا كل نقشة بيبقى لها تكة معينة، انت بقى بايدك بتعرفي تظبطيها. يعني مثلا في نقشة عشان تنزلك الشكل مظبوط بتتكي تكتين، وفي نقشة بتتكي تكة واحدة، انت بقى وايه حركة ايدك كده مع العجين بتظبطي الشكل. طبعا حجم البتيفوراية ده كله من ايدك انت لو ضغطتي جامد على المكنة وانت بتعملي حجم القلب اللي قدامكم ده هيطلع كبير، لو ضغطتي ضغط خفيف هيطلع صغير. فانت بتتحكمي في حجم البتيفوراية بضغطتك انت في المكنة. تمام. ويفضل طبعا البتيفور يبقى حجمه صغير، لان في احتمالية ان العجينة بتاعتنا او البتيفورية بتاعتنا حجمها يزيد سنة بسيطة في الفرن اثناء التسوية. بالنسبة طبعا للعجين زي ما قلت لكم، انا كل ما تخلص ببدأ ان انا اعبيها من تحت، وبتغيري بقى الشكل زي ما انت عاوزة. صلوا على النبي يا جماعة. بتجهزي بقى السيجان بتاعتك كلها. بالنسبة يا جماعة البوتيفور الكاكاو، علشان تعرفي التسوية بتاعته مظبوطة ولا لأ، يفضل ان انت تحطيه في صينية يكون فيها بيتيفور بالفانيليا، علشان هو اللي هيعرفنا البيتيفور بتاع الكاكاو استوى ولا لأ. تمام. انا جهزت كل الكمية اهو، حطيتها بقى في الفرن، وكنت بستخدمها الفرن التاني كمان. درجة الحرارة 160 بالكتير 170 على الرف اللي في النص. اول ما بتلاقي البيتيفور من تحت خد لون ذهبي خفيف بتقفلي عليه او بتطلعيه من الفرن. تمام. شايفين انا بختبرها كده بالمعلقه بقلبها عشان اشوف هي لونها تمام ولا لا من تحت. بتطلعي الفرن وبتسيبيها تهدى شويه صغيرين كده، وبعد كده بتفضي الصاج وتستخدميه تاني عادي. برضه يا جماعه بالنسبه للتسويه، مهم جدا ان احنا نفضل نقلب في الصاج يمين وشمال كل شويه. هو بيقعد في الفرن يعني حوالي مثلا 12 ل 15 دقيقه بالكتير، ما بيكترش عن كده. طبعا شايفين النار هاديه خالص ازاي. كل شويه افتح الفرن وابدا ان انا اقلب في الصاج من هنا لهنا لحد ما كل الصاج يستوي زي بعضه. لما بيخرج بنسيبه يهدى شويه على الرخامه، وبعد كده بنبدا نشيله يعني من الصاج وكده. شايفين ما شاء الله البيتفور بتاعي ما فرش في الفرن ولا حجمه زاد ولا حصل له اي حاجه ما شاء الله. رغم ان انا مش مستخدمه دقيق حلويات ولا اي حاجه، انا مستخدمه دقيق الاهرامات. علشان نعرف برضو البيتفور بتاعي استوى ولا لا من غير ما نقلبه، ان احنا بنيجي نحرك البيتفورية في الصاج بيتحرك معانا بسهولة، مش بتبقى إيه معجنة ولا اي حاجة من الحاجات دي. شايفين ما شاء الله بتاخد لون ذهبي خفيف من تحت، اوعي تسيبها تحمر عن كده علشان يطلع ناشفة منك. طبعا بطلع صاج وبحط صاج تاني او صواني تانية بحيث ان انا انجز يعني. اللي عرفني البيتفور بتاعي كيكاو استوى ولا لا هو البيتفور اللي معاه في نفس الصاج بالفانيليا. كنت كل شويه بقى الصاج يبرد اعبيه تاني. طول ما احنا قاعدين بنعمل كده ما شاء الله ال2 كيلو ده بيطلعوا كميه كبيره جدا يعني. انا كنت خلاص خلصت ما شاء الله، طلع لي الكميه دي من 2 كيلو دقيق. لو تلاحظوا الصينيه عندي مقسماها مثلا مطلعه القلوب مع بعضها والورود مع بعضها النجمات مع بعضها وكده. نزين مع بعض بقى. طبعا ما زينتش في نفس اليوم، انا زينت في يوم تاني يوم يعني علشان كنت خلصت متاخر وكده. بنقطع الشوكولاته بتاعتنا لمكعبات صغيره او قطع صغننه خالص. طبعا نوع الشوكولاته لو استخدمتي نوع شوكولاته كويس بيفرق معاكي في الطعم. لو انت مستخدمه نوع اي كلام بيفرق معاكي برضو في الطعم. انا مستخدمه سما ودريم، دول افضل نوعين شوكولاته انا استخدمتهم يعني. لو تلاحظوا برضو ان انا قطعت الشوكولاته البيضاء الاول وبعد كده البني، علشان الشوكولاته البيضاء لو انا قطعت البني اللي قبلها وحطيتها على نفس البلانشه هيبقى فيها بقى قطع بني وكده، انا مش عاوزه كده. طبعا يا جماعه بخصوص الطبق اللي انت تحطي فيه، بتحطي في طبق عادي يستحمل درجه الحراره عشان احنا هنحطه على بخار ميه. تمام. بالنسبه للشوكولاته اللي انا استخدمتها دي كفت معايا نص الكميه بس. انت عاوزه تعملي كل الكميه براحتك، انا مش بفضل كده خالص. انا بعمل نص الكميه ولما تخلص ببدا ازينها تاني بعد كده يعني عادي.
بتجيبي بقى مثلا براد او حله صغننه بحيث ان هي يكون حجمها من فوق ضيق وشها من فوق ضيق يعني، وبتحطي عليها الطبق بتاعك كده، وكل شويه بتقلبي. انا كنت هنا غيرت الطبق لان الطبق الصغنن اللي كان فيه الشوكولاته البيضاء، الحله الصغننه اللي انا كنت حاطه فيها كانت اكبر، فكان الطبق هيلمس الميه وهي بتغلي، وهي كده هتخلي الشوكولاته بتاعتك تخرز منك، وخدي بالك من الخطوه دي كويس قوي. نسيت اقول لكم بقى يا جماعه ان انا حطيت معلقه زيت على كل طبق شوكولاته. طبعا الزيت يكون ريحته كويسه وزيت نضيف. بنجيب صينيه عندنا بقى، ونجيب الاشكال اللي احنا هنزينها، نرصها قصاد بعضها كده، كل قلب قصاده قلب، كل وردية قصادها وردية، ويكونوا نفس الحجم. بنحط الشوكولاتة بتاعتنا والمربى في اللي هو الإيماع أو الأكياس الحلواني اللي هي الصغننة ديت. أول حاجة بعملها إن أنا بجيب كده المربى بتاعتي، بتستخدمي مربى مشمش أو تين على حسب اللي انتي بتستخدميه بتحبيه يعني، بس يفضل المشمش عشان مش بيبقى فيها أي بذور أو أي حاجة. بفضل ان انا كده اعمل احط كده على كل شكل قدامي واقلب عليه اللي قصاده، بحيث ان هو ما ياخدش مني وقت في التزيين وكده، عشان ما اقعدش بقى اقعد ادور على قلب وارجع ادور على قلب شكله والكلام من ده. لا، احنا يفضل ان احنا نعمل الطريقه ديت، مش بتاخد مننا وقت خالص. شايفين ما شاء الله ما خدتش وقت خالص اهو. ابدا اعمل برضو نفس الكميه التانية كلها بنفس الطريقه. بخصوص التزيين بقى يا جماعه، يبقى عندي شوكه ومعلقه في الطبق، بتحطي كده البوتفورايه في الطبق، بتنزليها في الشوكولاته وبترفعيها بشوكه، وبتكوني حاطه كيس على صينيه علشان الشوكولاته ما تلزقش في الصينيه. طبعا يا جماعه مش شرط ان احنا نحط البوتفوريه كلها في الشوكولاته، احنا ممكن نحط نصها بس انا حبيت ان انا اعملها كلها علشان حابه ان انا اعمل منها زي بسكوت شوكولاته كده. شايفين انا بعمل بقلب بحط الشوكولاتايه على الكيس، وبنزلها بشوكه تانية، او بدحرجها كده بشوكه تانية. بص بقى، بجيب عندي اي شكل بقى انت بتحبي تزيني بيه. انا كان عندي النجوم اللي هي الصغننه ديت، حطيت على كل شكل من قلنا عندي نجمه، وكان عندي سبرينكل ذهبي كده برضو برشه كده على الشوكولاته وهي لسه سايحه. خد بالك لازم تحطي والشوكولاته لسه سايحه، مش هتلزق طبعا لو الشوكولاته نشفت. هنا بقى الشوكولاته اللي هي البني برضو هعمل نفس الطريقه مع الشوكولاته البني، بنزل كده البوتفورايه في قلب الشوكولاته وبرفعها بشوكه، واروح هناك انزلها على الكيس. بخصوص بقى الشوكولاته يا جماعه، لو حسيت ان هي بدات تجمد منك او تمسك منك، بتشغلي برضو عليها، بتشغلي على البراد النار، بس تكون هاديه بقى، وهيفضل معاكي هتسيح تاني وهترجع فل الفل. انا هنا كنت خلصت الكميه اللي انا عاوزاها، وهرجع بقى ازين بالباقي بطريقه تانية، مش كلها تبقى شوكولاته يعني. انا هقول لكم افكار مختلفه من التزيين، وانتي حره وانتي براحتك. بجيب كده كيس واحط فيه شوكولاته بيضه، وابدا اوزع كده الشوكولاته البيضه على البوتيفور اللي انا مغرقاه بالشوكولاته البني، وكذلك مع التانيين. بخصوص برضو يا جماعه عشان نلزق البوتيفور في بعضه، احنا ممكن نلزقه بشوكولاته اصلا مش بمربى. المربى في ساعات مش بتلزق جامد عشان تبقوا عارفين، فالشوكولاته بتلزق جامد يعني. انت لو هتلزقي البوتيفور في بعضه، يفضل الشوكولاته، انا بحبها لانها بتمسك جامد عن المربى. هنا الشوكولاته البيضاء اهي، هبدا انزل عليها بخيط رفيع كده من الشوكولاته البني. بالنسبه بقى للبوتيفور اللي هو بالفانيليا، بزينه بخيط من الشوكولاته البني، وبرده اللي هو البوتيفور البني بزينه بخيط من الشوكولاته البيضاء. فاهمني؟ بحب ان انا اعمل تناسق الوان كده يعني. طبعا يا جماعه الاطفال بيحبوا الحاجات دي جدا وبيفرحوا بيها جدا، لان طبعا بيبقى شكلها جميل، فطبعا العين بتاكل قبل البطن يعني. شايفين انا بعمل بعمل بخيط خيط شوكولاته ابيض اهو، على على اللي هو الكاكاو البني يعني. صلوا على النبي يا جماعه. هنا كنت خلصت الكميه اهو ما شاء الله، عملت معايا الاشكال دي كلها. بخصوص برضو يا جماعه البوتيفور اللي هو مش متزين كله شوكولاته بالشكل ده، احنا ممكن نرش عليه مثلا فرمس الكلام من ده يعني، انتي وراحتك بقى. انا بحط الفورماسيل والحاجات الملونه والكلام ده بس عشان نفرح الاطفال، لكن هي اصلا انا مش بحب ان انا احطها في الاكل وكده. انا هنا كنت زينت كل الكميه وما شاء الله. شايفين البيتيفور اللي انا مغرقه كله شوكولاته عامل ازاي؟ شايفين؟ بالله عليكم منظره، بالله عليكم بصوا حطوا لايك، شكله روعه وطعمه طبعا حكايه. هنا ده البيتيفور اللي انا كنت مزيناه بس بخيط من الشوكولاته، وفي بيتيفور حطيت عليه فورماسيل كده زي ما قلت لكم من فوق. ايه رايكم بقى يا جماعه في الفيديو الجميل ده؟
بالنسبه بقى للتخزين يا جماعه، احنا بنخزنها في اكياس وبنحطها اللي فيها شوكولاته بنحطها في التلاجة، واللي هي ما فيهاش شوكولاته عادي بنحطها في كيس وبنقفله كويس ونحطه في علبه تخزين. ما شاء الله احنا عملنا اشكال كتيره جدا النهارده من البيتي فور، شايفين ما شاء الله، وطلعنا كميه كبيره جدا من 2 كيلو، يعني انت لو عملتي كيلو برضه هيبقى كويس قوي معاكي. ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب تكونوا ان شاء الله استفدتوا. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حطوا لي كومنتات بقى، قولوا رايكم ايه، وباي باي.